ازيكم يا جريد فور؟ عاملين ايه؟ معاكم مس أميرة محمد. النهاردة بقى هنبدأ مع بعض lesson 2 in concept number 3 unit 2. الليسون ده بيتكلم عن basics of speed، الحاجات الأساسية اللي انتوا لازم تعرفوها عن السبيد. يعني ايه؟ يعني انا مثلا لو جيت قلت لك كلمة سبيد هيجي في دماغك هو يعني ايه سبيد اصلا؟ ايه الديفينيشن بتاعها؟ ازاي بعمل calculate؟ يعني ازاي بحسب السبيد دي؟ في الليسون ده هنجاوب على كل الأسئلة دي كلها مع بعض. يلا بينا نبدأ. As we see we have two cars, car 1 and car 2. لو أنا قلتلكوا which one is move faster، مين فيهم بيتحرك بسرعة؟ طبعا car 1. يبقى كده طالما الكار 1 move faster than car 2 يبقى السبيد بتاعت كار 1 هتبقى أكبر من السبيد بتاعت كار 2. يبقى دي أول حاجة بنقول كلمة سبيد. يعني ايه سبيد؟ يعني سرعة. طب أنا ليه قلت إن السبيد بتاعت كار 1 أكبر من الكار 2؟ علشان الكار 1 لقيت إن هي move faster than كار 2. ايه ده يا مس؟ يعني أي object بيبقى move faster بيبقى عنده high speed، السبيد بتاعته بتبقى كبيرة؟ طب الأوبجكت التاني اللي هو كار 2 اللي كان move slower مش هيكون عنده سبيد؟ لا، هيكون عنده سبيد بس هتبقى low speed، السبيد بتاعته قليلة شوية. تمام كده. طيب تعالوا ناخد example تاني مع بعض. There is between Amy and Ben. لو قلتلكوا ان إيمي خدت نفس المسافة دي كلها في 10 second و Ben مش المسافة دي كلها برضو في 20 second، which one is faster؟ طبعا إيمي. ليه يا مس؟ لأن هما الاتنين خدوا same distance نفس المسافة بس إيمي خدتها في وقت أقل اللي هو 10 second. يبقى كده مين أسرع؟ إيمي. تمام كده. طيب من كل ده بقى تعالوا نعمل اول definition معانا للسبيد. ايه ده يا مس حضرتك بتقولي اول؟ هو في تاني؟ السبيد في الليسون ده ليه 3 definition، 3 تعريفات. اول حاجة معانا من كل اللي احنا قلناه ده نستنتج ايه؟ ان السبيد هو how fast something is moved. يعني اي object بيحصل له moving بيتحرك يبقى عنده سبيد. لو الاوبجكت ده move very fast يبقى عنده السبيد بتاعته كبيرة، لو الاوبجكت بيتحرك ببطء شوية يبقى السبيد بتاعته قليلة. يعني زي ما قلت كده السبيد بتاعت كار 1 كبيرة. ليه؟ لأن لقيته هو move faster. وبرضو إيمي السبيد بتاعتها كبيرة. ليه؟ لأن هي لقيتها move faster. يبقى السبيد يعني إيه؟ how fast something is moving. ده أول definition معانا. طب الديفينيشن التاني بقى، الديفينيشن التاني ان السبيد ده هو الديستانس، المسافة اللي an object travel، المسافة اللي الجسم ده اتحركها in certain amount of time، في وقت محدد. يبقى كده في two definition للسبيد. اول definition معانا اللي هو how fast something is moving، التاني ان السبيد ده هو الديستانس اللي الاوبجكت ده travel بيمشيها او بيسافرها in certain amount of time، في وقت محدد. تمام كده. طيب انت دلوقتي قدرت تحدد انهي كار فاستر وقدرت تحدد كمان ان ايمي هي الفاستر. طب لو انا قلت لك دلوقتي في ريس بين 2 صحابك وانت مش موجود معاهم وقلت لك مين فيهم اسرع، هتعرف تقول؟ لا مش هتعرف. ليه؟ انت ما شفتهمش وما عندكش اي معلومة هما بيجروا ازاي ولا مين خد في وقت قد ايه. طب لو قلت لك بقى ان هما الاتنين جريوا 5 متر، 5 متر، بس احمد صاحبك خدها في 10 سكند ومحمد صاحبك خدها في 5 سكند، كده which one is faster؟ مين فيهم اسرع؟ طبعا هتقولي محمد. ليه؟ لان خد نفس الديستانس اللي هي 5 متر بس خدها في وقت اقل اللي هو ايه 5 سكند، انما احمد خدها في كام؟ في 10 سكند. يبقى كده محمد هو الفاستر. يبقى كده السبيد بتاعت محمد كان greater than السبيد بتاعت احمد. طب انت دلوقتي قدرت تحدد السبيد لما انا قلت لك ايه وايه؟ لما قلت لك الديستانس وقلت لك التايم، صح؟ يبقى كده عشان اعرف السبيد بتاعت اي اوبجكت لازم عندي حاجتين، distance و time. يبقى كده عشان اعمل calculate للسبيد بتاعت اي اوبجكت لازم اكون عارف حاجتين، distance and time، صح؟ طب تعالوا بقى نعرف ازاي بنعمل لهم calculate، ازاي بنحسبهم. بيقولي to calculate the speed of any moving object we can divide the distance، هنقسم distance هنقسمها على مين؟ على time. زي ما انتم شايفين الايكويشن قدامكم دي speed equal distance over time. distance المسافة اللي الاوبجكت ده اتحركها في التايم اللي هو خده، يعني مش المسافة دي في وقت قد ايه. تمام. طيب
في حاجة اسمها measuring unit. يعني ايه measuring unit؟ يعني وحدة القياس، زي ما خدتوها كده في الماس. طيب ايه measuring unit بتاعة الديستانس؟ طب انا بقول distance يعني مسافة، يعني ممكن المسافة دي تكون بالمتر او بالكيلومتر، صح؟ طب مس امتى اقول متر وامتى اقول كيلومتر؟ متر لو المسافة قليلة شوية، كيلومتر يعني لو المسافة كبيرة. يعني مثلا من القاهرة لاسكندرية هنحسبها بالايه؟ بالمتر ولا بالكيلومتر؟ شاطرين، بالكيلومتر. طب من بيتك مثلا لأول الشارع ممكن تتحسب بالمتر. يبقى كده لما اجي اعمل measure للديستانس هتبقى يا اما بالكيلومتر او بالمتر. طب التايم بقى، الوقت ده ممكن يكون مثلا سكند، ممكن يكون minutes، ممكن يكون hour يعني ثواني ودقايق وساعات، صح؟ لو الوقت قليل هيبقى يا اما second او minute، لو الوقت كبير هيبقى بالاور، بالساعات. يعني مثلا لو انا قلت لك ايه التايم اللي انت خدته من بيتك لاول الشارع، ممكن ده يتحسب بالسكند، صح؟ او بالمينتس. طب لو انا قلت لك بقى المسافة اللي الترين خدها، القطر خدها من القاهرة لاسكندرية، ده طبعا هيتحسب بالايه؟ بالاور. فهمتوا كده؟ يبقى التايم measure in hour or second. طب احنا كده عرفنا الميجرنج يونت بتاعة الديستانس وبتاعة التايم. السبيد بقى عايزين نعرف الميجرنج يونت بتاعته. مش احنا قلنا ان السبيد distance over time؟ يبقى الميجرنج يونت بتاعة الديستانس divide الميجرنج يونت بتاعة التايم. ازاي يا مس؟ يعني مثلا هنا الديستانس الميجرنج يونت بتاعتها الكيلومتر، والتايم الميجرنج يونت بتاعته الاور، يبقى الكيلومتر ديفايد اور مع بعض كده، الكبير مع الكبير، تمام؟ والمتر مع السكند، يبقى كده الكبير مع الكبير. الكيلومتر دي كبيرة والاور كبيرة، والمتر دي صغيرة والسكند صغيرة. يبقى لما نيجي نقول بقى ايه هي الميجرنج يونت بتاعت السبيد، هي كيلومتر بير اور، الكبير مع الكبير، او متر بير سكند، الصغير مع الصغير. والكيلومتر بيبقى السيمبل بتاعها كي ام، والاور السيمبل بتاعه اللي هو الرمز بتاعه يعني اتش اور، تمام؟ والمتر السيمبل بتاعها ام، والسكند السيمبل بتاعه اللي هو اس اي سي. كده فهمنا مع بعض ايه الميجرنج يونت بتاعت الديستانس والميجرنج يونت بتاعت التايم والميجرنج يونت بتاعت السبيد كلها وازاي بحسبهم. تمام. من كل ده بقى تعالوا نعرف الديفينيشن التالت بتاع السبيد. احنا عمالين نقول في السبيد ان هو distance وتايم، distance وتايم، صح؟ وعملنا لهم divide مع بعض. ممكن من الايكويشن دي نعمل definition. ايه الديفينيشن التالت معانا يا مس؟ ان السبيد هو distance per unit time. distance المسافة، بير كلمة بير برضو يعني زي ما احنا عملنا لها divide يعني، تمام؟ distance per unit time. يبقى كده عندي 3 definition للسبيد. تعالوا نعرف معلومة مهمة، ان السبيد بتاعت اي object not affected مش بتتأثر بالdirection of moving object. ازاي يا مس؟ وضحي الجملة دي. يعني السرعة بتاعت اي object مش بتتأثر خالص بالاتجاه الاوبجكت ده متحركه. يعني مثلا لو في ترين موف بيتحرك من القاهرة لاسكندرية، تمام؟ وقلنا ان المسافة دي اللي ما بينهم مثلا يعني انا مش عارفة المسافة كام بالظبط، مثلا 200 كيلومتر مثلا، وقلنا ان ال 200 كيلومتر دول خدهم في 2 hours. ده الترين الاولاني اللي هو كان ماشي من كايرو لأليكس. طيب يبقى كده لما نيجي نحسب السبيد بتاعة الترين ده ازاي؟ هو اول حاجة بحسب السبيد ازاي؟ distance over time، صح؟ الديستانس معانا كان كام؟ كان 200، تمام؟ طب مس هو كده متر ولا كيلومتر؟ لا انتوا اللي تقولوا مش انا بقى دلوقتي. هو دلوقتي من القاهرة للاسكندرية، يبقى كده الديستانس بالايه؟ شاطرين، بالكيلو متر. ديفايد، لما اعمل لها ديفايد هعملها ديفايد على مين؟ على الاور. الاور اللي هو كام؟ 2 اور. يبقى equal كام؟ السبيد بتاعت الترين الاولاني كانت كام؟ شاطرين، 100. 100 ايه؟ 100 كيلومتر بير اور، تمام كده؟ طيب كده ده السبيد بتاعت الترين الاولاني اللي هو ماشي منين؟ من كايرو لأليكس. الترين ده بقى هيرجع منين؟ من اسكندرية بقى، هيرجع تاني للقاهرة. طيب مشي برضو نفس المسافة اللي هي 200 كيلومتر
برضو في نفس التايم اللي هو 2 اور، يبقى كده السبيد معانا كام؟ 100 كيلومتر بير اور. فهمنا بقى ايه من الاكزامبل ده؟ فهمنا ان السبيد معايا في الرحلتين، الرحله الاولانيه اللي هي كانت من القاهره لاسكندريه هياها نفس السبيد في الرحله التانية اللي هو من اسكندريه للقاهره، مع ان الدايركشن اختلف، ده رايح في اتجاه وده جاي من اتجاه تاني، صح؟ يبقى السبيد هنا not affected، مش بتتأثر بالدايركشن بتاع الموفينج اوبجكت. تمام كده؟ يبقى عرفنا مع بعض ازاي. هو جايب لنا هنا اكزامبل تاني بيقول لي if a car move forward 5 meter in 1 second، بيقول لي العربية اتحركت forward لقدام كده 5 meter in 1 second، وبرده move backward 5 meter in 1 second، يعني اتحركت برضو للخلف كده 5 متر 5 متر برضو في نفس ال 1 second. بيقول لي هنا السبيد هتبقى كام؟ طبعا لو انا جيت حسبت السبيد بتاعت المرتين اللي هو بيتحرك forward و backward، اول مرة 5 divide 1 هتبقى 5، وبرضو المرة التانية 5 divide 1 هتبقى ب5. يبقى كده السبيد ما تأثرتش بالدايركشن اللي هو ماشي فيه، يبقى speed till 5 meter per second، السبيد برضو هتبقى 5 متر في المرتين per second. تمام كده؟ طيب تعالوا نحل مع بعض البروبلم دي. بيقول لي أمير run 100 meter in 20 second، جري 100 متر في 20 second، calculate the speed، احسب السبيد. أول حاجة لما بيجي لنا بروبلم زي دي بنخرج الأرقام اللي هو جايبها لنا بره. يعني إيه؟ يعني مثلا هو دلوقتي بيقول لي إن هو جري قد إيه؟ 100 متر، يبقى 100 متر دي اللي هي الإيه؟ الديستانس، يبقى نكتب كده إن الديستانس equal 100 متر. تمام؟ طيب التايم، الوقت في وقت قد ايه؟ التايم equal 20 second. يبقى بكتب على جنب كده ايه الارقام اللي هو مديها لي. اول حاجه مديني ان الديستانس equal 100 متر والتايم equal 20 second. هو عايز السبيد equal ايه؟ شاطرين، السبيد equal distance over time. يبقى الديستانس عندي بكام؟ 100، لما اعمله divide لل 20 هيديني 5 واسكت؟ لا، هشوف اليونتس اللي معايا ايه. هو اليونتس اللي معانا هنا متر وسكند، يبقى 5 متر بير سكند. فهمتوا كده بنحل ازاي؟ اول حاجه اساسي ان انا بخرج بره كده الحاجات اللي هو مديها لي. هو مديني الديستانس ومديني التايم، بخرجهم بره عشان اكون شايفاهم بره قدام عيني واشوف هو عايز ايه بقى. عايز يعمل كالكوليت للسبيد، السبيد ايكوال ديستانس اوفر تايم. تمام كده؟ طب عشان اعمل كومبير في السبيد between two object لازم اكون عارف ايه؟ لازم اكون عارف الديستانس اللي الاوبجكت ده حصل له travel، مشيها in the same time، في نفس الوقت. يبقى انا كده مثبته الايه؟ مثبته التايم، وعايزه بقى اعرف الديستانس بتاعته دي. او ان انا مثلا اكون عايزه اعرف التايم اللي هو حصل له travel اللي مشي فيها in the same distance، فثبت برضو هنا الايه؟ الديستانس. ايه ده يا مس؟ هو انا عشان اعرف السبيد بتاع اي واحده فيهم لازم اكون مثبته حاجه؟ يا اما نثبت الديستانس او نثبت التايم. تعالوا ناخد اكزامبل عشان نفهم اكتر مع بعض الموضوع ده. الاكزامبل الاولاني معايا بيقول لي ان لو في عندي 2 runners زي ما انتم شايفين قدامكم كده، 2 runner دول 2 متسابقين. طب لو قلت لك ان 2 runner دول احنا قلنا لهم ان هم run in 1 hour، يجروا في خلال ساعه. تمام؟ ان احنا بعد الساعه دي هنشوف كل واحد فيهم مشي قد ايه. يبقى انا لو عندي بقى ان 2 runners run in 1 hour، جريوا في ساعه، هلاقي ان الفيرست رانر travel 6 كيلومتر والرانر second runner travel 9 كيلومتر. طيب مين فيهم الأسرع؟ هما هنا أنا ثبت التايم، يعني in the same time اللي هي الأور. الرانر الأولاني مشي الوقت ده في 6 كيلومتر والرانر التاني مشيها في 9، يبقى which one is faster؟ طبعا ال9. يبقى كده second runner move faster than الفيرست runner، يبقى السكند runner السبيد بتاعته أكبر من الفيرست runner. ايه ده يا مس؟ هو ازاي السبيد بتاعته أكبر؟ عشان هو move faster. طب لو جينا عملنا calculate للسبيد بتاعت كل واحد فيهم هلاقي ان الفيرست runner السبيد بتاعته كانت 6 divide 1 اللي هو distance over time equal 6، والسكند runner 9 divide 1 اللي هي equal 9. مين فيهم بقى كده الأكبر؟ طبعا السكند رانر لأن السبيد بتاعته 9 كيلومتر بير اور.
تمام كده. طيب يبقى هنا ان السكند رانر is moving at greater speed، السبيد بتاعته كانت كبيرة. ليه؟ لان هو travel greater distance اللي هو مشي مسافة كبيرة. مشي كام؟ مشي 9 كيلومتر في نفس الوقت اللي هو 1 hour. تمام كده. طب لو انا جيت بقى عملت compare تاني between two cars، والتو كار دول قلت لهم ان هم هيمشوا 120 كيلومتر. المسافة دي اللي هي 120 كيلومتر لما يخلصوها هشوف كل كار منهم مشيت في وقت قد ايه. هلاقي ان الفيرست كار وصلت للاند لاين اللي هو خط النهاية اللي هو خلصت ال 120 كلهم في 1 hour. انما السكند كار وصلت للاند لاين في 2 hour. كده مين فيهم الاسرع؟ طبعا اللي خدت وقت قليل، اللي خلصت الديستانس كلها في وقت قليل، اللي هي مين؟ اللي هي الفيرست كار اللي خدت تايم 1 hour. يبقى كده الفيرست كار move faster than السكند كار. يبقى كده السبيد بتاعت الفيرست كار اكبر من السبيد بتاعت السكند كار. طب تعالوا نحسب السبيد بتاعت كل واحدة عشان برضو نتأكد ان الفيرست كار هي السبيد بتاعتها اكبر. اول حاجة الفيرست كار مشيت قد ايه؟ 120 كيلومتر في وقت 1 hour. يبقى 120 divide 1 يبقى كام؟ شاطرين، 120 كيلومتر بير hour. طب السكند كار مشيت مسافة قد ايه؟ 120 برضو في وقت قد ايه؟ في 2 hour. يبقى 120 divided 2 equal 60. يبقى كده الكار الأولانية مشيت 120 كيلومتر بير hour، والسكند كار مشيت 60 كيلومتر بير hour. يبقى كده مين فيهم السبيد بتاعته أكبر؟ طبعا الفيرست كار اللي هي مشيت قد ايه؟ 120 كيلومتر بير hour. تمام كده. يبقى هنا الفيرست كار is moving at a greater speed. ليه؟ لأن هي travel same distance نفس الوقت اللي هو 120 كيلومتر في short time وقت أقل اللي هو ال 1 hour. إنما العربية التانية خدتها في 2 hour. كده بقى احنا فهمنا ايه من كل ده؟ فهمنا ان لما اجي اعمل measure للديستانس بتاعت both object، اقيس المسافة اللي هما الاتنين اتحركوها in the same amount of time في نفس الوقت، هلاقي ان الاوبجكت اللي travel greater distance اللي مشي مسافة كبيرة in same amount of time في نفس الوقت هو اللي يكون عنده greater speed. انما بقى لما اجي اعمل measure للتايم اللي both object travel، اقيس بقى الوقت اللي هما الاتنين اتحركوا فيه in same distance. ثبت هنا معايا مين؟ الديستانس اللي هي المسافة. هلاقي ايه؟ هلاقي الاوبجكت اللي travel same distance اللي مشي نفس المسافة في smaller amount of time في وقت اقل هو اللي عنده greater speed. زي هنا الكار 1 اللي هي first car مشيت نفس المسافة اللي هي 120 كيلومتر في smaller amount of time في وقت أقل اللي هو ال 1 hour. فهمنا كده مع بعض يعني ايه speed وازاي بنحسب السبيد دي. كده احنا خلصنا مع بعض activity number 4 in lesson 2. أتمنى ان انتوا تكونوا فهمتوه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.